السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض exercise 1، يعني هنحل على أول درس في أول يونت في الألجبرا. تمام، يلا بينا. أنا هحل الأسئلة اللي هي جت في امتحانات قبل كده أو الأسئلة اللي عليها علامة الكتاب. الأسئلة الباقية ممكن تحلوها انتوا، لو حاجة وقفت قدامكم بعتوها لي سكرين شوت على الواتساب وإن شاء الله أنا هحلها لكم. تمام، يبقى احنا هنركز على الأسئلة اللي جت في الامتحانات القديمة والأسئلة اللي عليها علامة الكتاب. تمام، يلا بينا نبدأ بأول سؤال. اول سؤال هو عايزك تحلهم جرافيكالي، فاحنا هنعدل اول equation ديت ونخليها y equal مثلا، او يعني مش لازم بس علشان خاطر يبقى سهل علينا خلاص مش مشكله. هنعمل بقى الجدول بتاعنا، التيبل بتاعنا، ونفرض الاكس مثلا ب 3 و 4 و 5. هو فرضهم كده، انت ممكن تفرضهم باي حاجه ماشي، بس انا هلتزم بالكتاب يعني. طيب طبعا لما الاكس تكون ب 3 الواي هتكون ب 4، طبعا عشان يعني يبقى جنبهم 7. اوكي كده معانا الجدول. نروح بقى على الجراف ونعمل لهم جراف اهو. فايف و 2. طيب ادي اول ستريت لاين. انت ممكن طبعا تحط بوينتس اكتر من 3 يعني. طيب نخش بقى على تاني equation. انا هفرض الاكس بنيجاتيف 1 و 0 و 1 وهعمل التيبل بتاعي. انتوا ممكن تفرضوا الاكس باي حاجه، بس يعني عشان نبقى زي الكتاب، بس انتوا ممكن تفرضوا الاكس باي حاجه، اي ارقام. تمام، يعني جربوا 1 2 3 شوفوا كده واعملوا لها جراف وشوفوا هتطلع ايه. تمام. طيب الواي هتطلع بنيجاتيف 1 و 1 و 3. ممكن مثلا تجربوا يعني نحطوا مثلا 0 مكان الاكس، هتبقى 2 تايمز 0 بلس 1، يعني الواي هتكون ب 1. تمام صح. ممكن بقى تجربوا يعني النيجاتيف 1 وال 1 وتشوفوا هي هتطلع زي ما انا كاتبه، يعني هتطلع نيجاتيف 1 و 3، هتطلع نيجاتيف 1 و 1 و 3. تمام، نعمل بقى جراف للتيبل ده. اول حاجه نيجاتيف 1 و 1 هنا، بعدين 0 1، بعدين 1 و 3. تمام، طبعا احنا هنمد كده ستريت لاين اهو. ادي الانترسكشن بوينت اهي، وزي ما انتوا شايفين هي هتطلع 2 و 5. تمام اهي 2 و 5. يبقى الفاينل انسر هنا السولوشن 6 عندنا هتكون البوينت او الاوردر بير اللي هو 2 5. ده معناه ان 2 و 5 هيحققوا لي الاثنين ايكويشنز دول مع بعض. تمام، يعني ان 2 2 بلس 5 equal 7 و 2 تايمز 2 بلس 1 هتيكوال 5. اوكي، يعني هيحققوا لي التو ايكويشنز. تمام، واحنا كده جبنا السولوشن سيت جرافيكالي زي ما هو ايه، زي ما هو طالب. تمام، طبعا انا بفكركم ان في ممكن نجيبها الجبريكلي. تمام، و وممكن نجيبها باستخدام الكالكوليتر. تمام، يبقى في 3 طرق نجيب بيها السولوشن سيت. تمام، هو هنا عايز جرافيكالي، هو في الامتحان طبعا هيقول لك هو عايز جرافيكالي ولا الجبريكلي ولا كالكوليتر، وهيبقى المفروض ان انت هتوريه له خطواتك. تمام، فبالتالي لازم ان انت تعرف ازاي تجيبها جرافيكالي، ولازم تعرف ازاي تجيبها الجبريكلي، ولازم تعرف ازاي تجيبها كالكوليتر، علشان هو هيطلب منك الخطوات. اوكي طيب نخش على السؤال اللي بعده. هنا برضو هنحلها جرافيكالي، هتبقى سهله، هنعمل التيبل على طول، مش لازم ان احنا نغير في الايكويشن يعني. ممكن نفرض الاكس بزيرو ونيجاتيف 1 و 3. تمام، فبالتالي الواي هتكون 5 و 6 و 2، يعني مثلا لما الاكس تكون ب 3 الواي هتكون ب 2. تمام، نعمل بقى جراف 0 و 5 نيجاتيف 1 و 6 3 و 2. تمام اهو. طيب نخش على الايكويشن اللي بعدها. انتوا ممكن تفرضوا الاكس باي ارقام، بس انا هفرضها ب 0 و 1 و 3. تمام، في الايكويشن دي فهتبقى الواي عندي بنيجاتيف 1 0 و 2.
تمام. ممكن تجربوا عادي، حطوا الزيرو مكان الاكس هتبقى نيجاتيف واي ايكوال 1، يعني الواي بنيجاتيف 1. ممكن مثلا نجرب مثلا ال1 تبقى مكان الاكس، يعني 1 ماينس واي ايكوال 1، يبقى ال1 تروح مثلا الناحية التانية بماينس 1، يبقى نيجاتيف واي ايكوال 0، يبقى الواي ب0. تمام. ممكن بقى تجربوا تاني، يعني التجربة سهلة، ممكن تبقى بالآلة الحاسبة، مش محتاجة خالص ان احنا نقعد نضيع فيها وقت. تمام. المهم ان احنا معانا التيبل، نروح بقى على الجراف. هيبقى عندي 0 ونيجاتيف 1 و1 و0 هنا، و 3 و2. طبعا واضح ان احنا عندنا intersection point وهي 3 و2، يبقى السولوشن ست هتكون 3 و2. لو عايزين تتأكدوا ممكن تجربوا، يعني جربوا هنا وجربوا هنا. هو 3 minus 2 ب1 طبعا، و 3 plus 2 ب5. تمام. المهم ان هما دول اللي هيحققوا لي 2 equations. تمام. انت لازم تبقى عارف ازاي تجيبهم جرافيكالي. انت ممكن تجيبهم بالسنس، بس لازم برضو تبقى عارف ان انت تجيبهم جرافيكالي، عشان هو هيقولك في الامتحان وريني خطواتك. تمام. طيب نخش على السؤال اللي بعده. هنا برضو هنحلهم جرافيكالي. ممكن تعملوا التيبل على طول، بس يعني في سبيل ان احنا نسهل الموضوع شويه هنخلي الايكويشن دي y equal. هو مش لازم، بس يعني نحاول ان احنا نسهل شويه التعويض عشان يبقى التعويض سهل بالنسبه لنا. هو هنا ودى الواي الناحيه التانية بالماينس، تمام، فبقت 3x equal 5 minus y، وبعدين ودى ال5 قصدي معلش هو ودى على طول ال 3x دي بالماينس. تمام. فتبقى y equal 5 minus 3x. ماشي. مش لازم تاني، انت ممكن تستخدمها كده عادي وتعوض، تحط الاكس مثلا مره ب1 ومره ب2 ومره ب3 وتشوف الواي هيطلع كام. بس عشان يبقى اسهل يعني هو عملها بالشكل ده، بحيث ان انت لما تيجي تعوض مكان الاكس يبقى سهل ان انت هتجيب الواي على طول. تمام. هو جاب البوست 3x واداها الناحيه التانيه بنيجاتيف 3x. تمام. فبقت y equal 5 minus 3x. طيب نعمل بقى الجدول. هو هنفرض الاكس مثلا ب0 و1 و2، فالواي هتطلع ب5 و2 ونيجاتيف 1. ممكن نجرب. تبقى لما نحط الاكس ب0 هتبقى الواي ب5، لما نحط الاكس ب1 هتبقى 5 minus 3 يعني هتبقى 2، ولما نحط الاكس ب2 هتبقى 5 minus 6 يعني بنيجاتيف 1. معانا الجدول اهو. نروح بقى على الجراف. عندي 0 و5 1 و2 2 نيجاتيف 1. تمام. نعمل بقى الجراف، نعمل ستريت لاين قصدي. نخش بقى على الايكويشن اللي بعدها. برضو هنا في سبيل التسهيل هنودي البوست 3 الناحية التانية بالماينس، بوست 3 اكس قصدي الناحية التانية بالماينس. لكن برضو دي خطوة يعني اوبشنال، يعني خطوة اختيارية، مش لازم ان انتوا تعملوها، بس عشان يسهل التعويض. تمام. هنعمل بقى الجدول. انتوا ممكن عادي تعوضوا هنا وتحطوا الاكس تشوفوا هيطلع بكام، بس يعني عشان يبقى اسهل بس عملناها بالشكل ده. طيب نفرض الاكس ب1 و2 و3، فالواي هتطلع 5 و2 ونيجاتيف 1. ممكن تجربوا عشان تتأكدوا. تمام. يلا بقى نروح نحطهم على الجراف. اول حاجة 1 و5 اهي، بعدين 2 و2، بعدين 3 ونيجاتيف 1، طبعا من الواضح ان هم هيطلعوا 2 parallel straight lines. يبقى كده السولوشن 6 هيكون كام؟ برافو، السولوشن 6 هيكون فاي، لان هما 2 parallel straight lines مش بيعملوا intersection عند اي بوينت، مفيش نقطة تقاطع، فبالتالي السولوشن 6 هنا هيكون بفاي. يعني مفيش اي رقم هينفع هنا، او اي رقمين هيخشوا ينفعوا هنا هيخشوا ينفعوا هنا برضو. يعني لو جربت مثلا 2 ومثلا و1 مثلا، يعني مثلا الاكس ب2 هتبقى 6 بلس 1 او ماينس 1، خلينا نيجاتيف 1 تبقى 5. يعني لو جربت مثلا الاكس هنا ب2 والواي بنيجاتيف 1، تمام، لو جربتهم يعني في الايكويشن دي، تمام، هيدوك 6 ماينس 1 ب5. تمام صح. لكن لو جيت تجربهم في الايكويشن التانية دي هتبقى نيجاتيف 1 بلس
6 يعني لان 3 تايمز 2 ب 6 طبعا مش هتديك 8. تمام مش هتديك 8 هتديك 7. خلاص يبقى كده مفيش حل يحل لي الاتنين مع بعض، مفيش سولوشن هتحل لي الاتنين مع بعض. عشان كده السولوشن سيت ايكوال 5. عشان كده لما جينا نعمل لهم جراف طلعوا لي 2 parallel straight lines. تمام. طيب نفتكر كده هنا هل سلوب 1 هي ايكوال سلوب 2؟ يعني السلوب بتاع الستريت لاين ده هل هي ايكوال ده ولا مش هي ايكوال؟ يعني هو ممكن يسألك مثلا. طبعا هي ايكوال لان احنا قلنا ان لو سلوب 1 ايكوال سلوب 2 يا اما هتبقى السولوشن 6 فاي يا اما السولوشن 6 هتبقى انفاينايت. تمام. فطبعا طالما السولوشن 6 فاي يبقى هما 2 parallel straight lines يبقى بالتالي سلوب 1 ايكوال سلوب 2. تمام. طيب نشوف بقى السؤال الجاي. هنا هنعملها جرافيكالي برضو. هو بيقول لك خليها y ايكوال عشان يبقى سهل عليك ان انت تعوض. فهناخد ال 2x الناحيه التانيه بالماينس فتبقى y ايكوال 4 ماينس 2x. نعمل الجدول تاني. دي خطوه اختياريه، احنا بس عملنا y ايكوال يعني خليناها بالفورم ده عشان خاطر يبقى سهل ان احنا نعوض. تمام. طيب هفرض الاكس ب 0 و1 و2 فالواي هتبقى 4 و2 و0. برضو ممكن تتاكدوا بالكالكوليتر او بايديكم. تمام. يلا نروح على الجراف. 0 4 1 و2 0 4 1 و 2 و 2 0 اهو. تمام. الايكويشن اللي بعدها ممكن برضو ان احنا نخليها y equal عشان يبقى سهل ان احنا نعوض. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب البوزيتيف 8 دي الناحية التانية بنيجاتيف 8 يعني هتكون كده نيجاتيف 2y equal 4x minus 8. بعدين طبعا احنا عايزين y equal يعني عايزين الواي لوحدها فهنعمل divide نيجاتيف 2 عشان النيجاتيف 2 تروح مع النيجاتيف 2 فتبقى y لوحدها. وهعمل برضو هنا divide نيجاتيف 2 وهنا divide نيجاتيف 2 فتبقى y equal نيجاتيف 2x plus 4 صح؟ مع نيجاتيف 8 على نيجاتيف 2 equal 4. بعدين ممكن مثلا ايه؟ ممكن يعني نعكسهم. ممكن نودي دي هنا ونودي دي هنا يعني تبقى كده y equal 4 minus 2x. او ممكن نخليها كده يعني ممكن نخليها بالمنظر ده عادي ولكن ده يبقى اسهل. تمام. فهي كده بقت y equal 4 minus 2x. نعمل بقى التيبل. برضو انتوا مش لازم تعملوها بالفورم ده، ممكن تعوضوا هنا على طول تحطوا الاكس مثلا مره ب1 مره ب2 مره 3 وتشوفوا الواي هتطلع بكام عادي على طول. بس انا عملتها بالشكل ده عشان يبقى سهل علينا ان احنا نعوض او يعني عشان يبقى سهل عموما لو جينا نعوض. تمام. طيب انا هحط الاكس ب0 1 و2 فالواي هتطلع 4 و2 و0. برضو يعني حطوا مثلا هنا مثلا الاكس مثلا ب2 يعني مثلا تعالوا مثلا نعوض في الايكويشن دي على طول عشان برضو اوريكم انها مفيش مشكله خالص لو عوضنا في الايكويشن على طول. تعالوا مثلا نجرب ال2. تمام. فتبقى 8 minus 2y equal 8 فال8 تروح الناحية التانية minus 8 فتبقى negative 2y equal 0. يعني طبعا الواي يعني 8 minus 8 طبعا ب0 فالواي هت equal 0. تمام. برضو ممكن تتشيكوا بالكالكوليتر او بايديكوا على طول. تمام. طيب كده احنا معانا الجدول نروح بقى نحطه على الجراف. تمام. 0 و4 بعدين 1 و2 تمام. بعدين 2 0. تمام. طبعا واضح ان هو لو جينا يعني عملنا له ستريت لاين كده هنلاقي ان هو نفس الستريت لاين بتاع الايكويشن الاولانيه. ده معناه ان السولوشن سيت ايكوال طبعا ايه infinite number of solutions. تمام. يبقى اي رقم هينفع هنا لازم ولا بد انه ينفع هنا لان احنا لما عملنا لهم جراف طلعوا السيم ستريت لاين، طلعوا نفس الستريت لاين نفس البوينتس. ده معناه ان في انفاينايت في عدد حلول لا نهائي. اي حل هينفع هنا لازم ولا بد انه هينفع هنا. تعالوا كده طيب نجرب كده يعني اي رقمين ونشوف كده هل هينفعوا هنا برضو. هنا مثلا ممكن نجرب ايه؟ نجرب 1 و 2 مثلا 1 و 2. تمام. يعني الاكس ب1 ماشي الاكس ب1 والواي ب2. تمام. فحطينا هنا الاكس 1 مكان الاكس و2 مكان الواي فطلعت لي 4. مظبوط. طب نجرب هنا كده برضو 8 minus 2 equal المفروض انها هتيكوال 4 صح؟ يعني 4 times 1 هل ده حقيقي؟ 8 minus 4 ايوه equal 4 ده حقيقي. يبقى بالتالي 1 و 2 هم السولوشن سيتس من ضمن السولوشن سيتس اللي هتحل لي التو ايكويشنز دول. تمام. بس طبعا في كتير هو مش 1 و 2 بس في كتير جدا. يبقى تاني اي سولوشن اي رقمين هيحلوا لي دي
يعني يخشوا ويخلوا لي دي صح او يحققوها لي، لازم يحققوا لي دي برضو. يعني اي رقمين هيخشوا هنا ويدوني 4 في الايكويشن ديت، لازم هيخشوا هنا ويخلوا لي الايكويشن دي صح برضو، يحققوها لي. تمام. طيب يعني اي رقمين هيحلوا الايكويشن دي لازم يحلوا دي برضو. طب في حاجه، تعالوا مثلا نودي النيجاتيف 2y الناحيه التانية. تمام. فتبقى 4x plus 2y equal 8 صح. طب تعالوا كده نعمل divide 2، هتبقى 2x plus y equal 4 صح. مش واخدين بالكم من حاجه؟ مش الايكويشن التانية بعد ما ظبطناها وعملنا divide by 2 طلعت هي الايكويشن الاولى؟ فده بيفسر ليه السولوشن ست ما بينهم infinite، ليه هما يعني اي سولوشن هتنفع هنا لازم تنفع هنا، لان هما الاثنين اصلا ايكوال. تمام. فبالتالي هما الاثنين نفس البوينتس طلعت لنا. ليه؟ لان هما الاثنين اصلا ايه؟ اصلا ايكوال. طيب في الامتحان بقى مثلا انتوا هتكتبوا ايه؟ هتكتبوا ان السولوشن سيت ايكوال اكس واي. تمام. where الواي ثواني where الواي equal 4 minus 2x. تمام. لان احنا لو ودينا دي الناحيه التانية هتبقى y equal 4 minus 2x. تمام. تمام. يبقى السولوشن set equal x and y where ال y equal 4 minus 2x وال x وال y belong to r power 2. تمام. الشكل ده احفظوه، الشكل ده حفظ. تمام. عشان هتكتبوه في الامتحان. يبقى تاني السولوشن set equal x y order pair x و y where ان ال y equal 4 minus 2x. طبعا دي هتتغير حسب ايه؟ حسب الايكويشنز اللي عندكم. تمام. and الكوما يعني and ال x and y belong to r power 2. تمام. ده في حالة ان السولوشن set ايه؟ infinite، في حالة ان ال two equations equal. اوكي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. تمام. احنا لسه برضو مكملين في الجرافيكالي. هنعمل بقى التيبل بتاع اول ايكويشن. لو عايزين تخلوها y equal عشان يبقى التعويض سهل، هنودي ال 2x الناحية التانية بنيجاتيف 2x فتبقى y equal نيجاتيف 2x. تمام. ونعمل بقى الجدول. طبعا التعويض هيبقى سهل يعني. هفرض الاكس بنيجاتيف 1 و 0 1 فالواي هتبقى 2 و 0 نيجاتيف 2. اتأكدوا بإيديكم أو بالكالكوليتر. المهم يلا نروح على الجراف عشان نحط البوينتس. الأول عندي نيجاتيف 1 و 2 بعدين 0 0 بعدين 1 و نيجاتيف 2. تمام. تمام. نشوف بقى الايكويشن اللي بعدها. عايزين برضو نخليها y equal عشان يبقى سهل ان احنا نعوض. او يعني والله ممكن نخليها x equal برضو تبقى سهلة. يعني ممكن مثلا هنا كده نودي دي الناحية التانية اللي هي 2y تبقى الناحية التانية بنيجاتيف 2y تبقى 3 minus 2y. دي برضو يعني سهلة. ايا كان عملتوها y equal x equal مش فارقة، نفس الحاجة هتطلع في الاخر. تمام. هفرض مثلا الاكس بنيجاتيف 1 و 1 و 3. تمام. فالواي هتطلع ب 2 1 و 0. حتى ممكن اهو تعوضوا هنا. ممكن مثلا تخلوا الاكس مثلا ب 3. نجرب دي. هتيكوال 3 minus 2y. ال 3 تروح الناحية التانية ب minus 3 فتبقى 0 equal نيجاتيف 2y. ال 2y هتكون ب 0. عايزين مثلا تجربوا مثلا الاكس نحطها مثلا ب 1 نشوف الواي هتطلع بكام. فهتبقى 1 equal 3 minus 2y. ف3 تروح الناحية التانية بالماينس فتبقى نيجاتيف 2 equal نيجاتيف 2y. يبقى طبعا الواي هت equal نيجاتيف 2 over نيجاتيف 2 يعني الواي هتكون ب1. تمام. زي ايه مظهر لنا هنا. خلاص. عوضوا بقى بايديكم بالكالكوليتر. المهم ان الجدول بتاعنا اهو. يعني نحطه على الجراف. فهيبقى عندي نيجاتيف 1 و 2 اهو و 1 1 هنا و 3 و 0 هنا. تمام. طبعا انا كده عندي point of intersection. يعني intersection point يعني انا عندي هنا one solution. يبقى بالتالي اللي هي طبعا نيجاتيف 2 قصدي لا مش نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و 2. تمام. نيجاتيف 1 و 2. تمام. هي دي السولوشن بتاعتي. فنرجع كده فوق.
solution set equal طبعا one solution وهي negative 1 و 2. تمام. وكده يبقى انا عندي one solution. يبقى كده طبعا ايه، طبعا بنستنتج ان السلوب بتاع الستريت لاين الاولاني doesn't equal سلوب بتاع الستريت لاين التاني، صح؟ لان طالما انا عندي one solution يبقى التو سلوبس، يعني السلوب بتاع الستريت لاين ده مش هي equal السلوب لاين بتاع الستريت لاين ده. اوكي. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعده. كده احنا خلصنا اول سؤال، حلينا ده وحلينا ده وده وده وده. تمام. حلينا الحاجات اللي جت في امتحانات وحلينا الحاجات اللي موجوده في كتاب الوزاره. طيب كده ده كان جرافيكالي. تمام. دلوقتي هنخش على الالجبريكلي. تمام. طبعا احنا كان عندنا 2 ميثودز في الالجبريكلي، وهو السبستيتيوشن او substituting. تمام. واوميتنج. تمام. فاحنا هنشوف مين فيهم هي الطريقه الاسهل وهنستخدمها. يعني لو لقينا ان السبستيتيوشن اسهل هنستخدمه، لو لقينا ان الاوميتنج اسهل هنستخدمه. تمام. انا شايفه هنا ان الاوميتنج اسهل. ليه؟ عشان انت عندك هنا الكوفيشنت بتاع الواي نيجاتيف 1 والكوفيشنت هنا بتاع الواي بوزيتيف 1، فبديهي جدا ان الواي هتروح مع الواي، فهعرف اجيب الاكس، وبعد ما اجيب الاكس اعوض هنا او هنا، فبالتالي اجيب الواي. تعالوا كده نشوف. انا كده هستخدم الاوميتنج ميثود. تمام. انا هكتبها لكم علشان تكونوا عارفين احنا هنستخدم انهي ميثود. هجيب الايكويشن دي x plus y equal 4. خلاص. واجيب الايكويشن دي تحتها x minus y equal 2. خلاص. وهقوم عامله addition. هجمعهم عادي، هجمع الكوفيشنتس، فبالتالي هتبقى 2x x plus x ب 2x. بعدين positive y هتروح مع negative y، صح؟ يبقى positive y plus y minus y يعني 0. تمام. equal 4 plus 2 يعني 6. تمام. يبقى انا كده عندي الاكس هتيكوال 6 اوفر 2، يعني الاكس هتكون ب 3. اعوض بقى في اي واحده من الاثنين دول. ممكن اعوض هنا وممكن اعوض هنا. مثلا تعالوا نعوض في دي عشان اسهل. هنحط مكان الاكس 3، فبديهي جدا ان الواي هتكون 4 ونودي ال 3 ناحيه التانيه بالماينس. 4 ماينس 3 ايكوال ايه؟ ايكوال 1. يبقى انا عندي السولوشن ست هنا هيكون كام؟ 3 و ثواني 3 و 1 كده. تمام. احنا كده جبنا السولوشن سيت باستخدام الايه؟ الاوميتنج ميثود. طيب نشوف السؤال اللي بعده. تمام. انا هنا جبت كل الاسئله اللي على الالجبريكلي عشان نحلها كلها مره واحده. تعالوا مثلا ناخد سؤال نمبر 4. لو خدنا بالنا هنلاقي ان هنا بوزيتيف 5y وهنا نيجاتيف 5y، فبالتالي برضو هنستخدم الاوميتنج لان هو اسهل. تمام. فهنجيب اول ايكويشن اللي هي x plus 5y equal 4 ونجمعها على تاني ايكويشن اللي هي 2x minus 5y equal 11. فبالتالي انا عندي هنا x plus 2x هتكون ب 3x، وبوزيتيف 5y هتروح مع نيجاتيف 5y، و 4 plus 11 هيكون 15. تمام. فالاكس هتكون 15 over 3، يعني الاكس هتكون ب 5. تمام. نعوض بقى في اي واحده من دول. ممكن مثلا ناخد دي. تمام. فتبقى هي الاكس هنحط مكانها 5 plus 5y equal 4، فال 5 تروح الناحية التانية بالماينس، فتبقى 5y equal negative 1 عشان 4 minus 5 بنيجاتيف 1. يبقى ال y هت equal negative 1 over 5. خلاص. يبقى أول سؤال اللي هو السؤال نمبر 4، السولوشن ست هت equal 5 و negative 1 over 5. تمام. تمام. نخش بقى على السؤال نمبر 5. هنا هبص كده، هل أقدر أستخدم الأوميتنج؟ لأ، لأن مفيش حاجة عكس حاجة. مفيش حاجة هي الاديتيف، يعني مفيش coefficient عنده additive inverse في الإيكويشن التانية. فممكن استخدم substituting. انا عندي x equal، فاعوض بالاكس في الايكويشن التانية. يعني انا عندي x equal y plus 4، فكده انا هستخدم السبستيتيوشن ميثود. خلاص. ليه؟ عشان انا معايا x equal y plus 4، فاقدر ان انا اشيل x دي واحط مكانها y plus 4. مظبوط. طيب يبقى تاني هنجيب الايكويشن دي تحت كده 3x plus 4y equal 5. خلاص. ومكان الاكس هنحط ايه؟ y plus 4، فتبقى 3y plus 4 plus 4y equal 5. تمام. طيب ال 3 تتوزع على البراكت، فتبقى 3y plus 12 plus 4y equal 5. عندي هنا 4y و 3y.
يبقى 12 plus 7y equal 5. نكمل فوق 12 plus 7y equal 5. بعدين ال 12 تروح الناحية التانية فتبقى 7y equal 5 minus 12 يعني equal negative 7. فالواي هت equal negative 7 over 7 يعني هت equal negative 1. كده أنا جبت ايه الواي. طيب هاخد بقى الإيكويجن دي وهحط نيجاتيف 1 مكان الواي فتبقى x equal negative 1 plus 4 يعني ال x هت equal negative 3. تمام قصدي 3 معلش 3. تمام negative 1 plus 4 ب 3. تمام. طيب أنا كده عندي ايه هنا السولوشن سيت في السؤال رقم 5 هتكون 3 و negative 1. خلاص. وطبعا ايه ده معناه ان احنا لو عملنا جرافينج للاتنين ستيت لاين دول هيبقى في intersection point عند 3 والنيجاتيف 1. وطبعا slope 1 doesn't equal slope 2 عشان برضو ايه لو سألك. تمام. طيب نشوف بقى سؤال 6 او سؤال رقم 6. هنا ممكن نعمل ايه مثلا؟ ممكن والله يعني ممكن نعمل substitution وممكن نعمل omitting، بس انا شايفة ان الاوميتنج اسهل يعني. تعالوا طيب نستخدم كده الاوميتنج في نمبر 6. انا هنا عندي الكوفيشنت هنا في الايكويشن التانية 2 وهنا انا عندي الكوفيشنت نيجاتيف 1. طب ما اعمل تايمز 2، اعمل الايكويشن دي كده تايمز 2 هحس انها تبقى 4x minus 2y equal 6 صح؟ ما هو 2x تبقى تايمز 2 تبقى 4x، نيجاتيف 1y تايمز 2 تبقى نيجاتيف 2y و6 تايمز 2 وقصدي 3 تايمز 2 ب 6 صح؟ يبقى تاني تبقى 4x minus 2y equal 6. خلاص. وننزل دي بقى ايه عادي جدا زي ما هي. تمام. x plus 2y equal 4. طبعا انا معايا positive 2y و negative 2y و positive 2y يبقى هيروحوا طبعا ايه مع بعض. اعمل بقى adding للتو equations دول هيبقى عندي 4x و x تبقى 5x. طبعا ال y هتروح negative y هتروح مع positive 2 negative 2y هتروح مع positive 2y و 6 plus 4 ب 10. يبقى طبعا واضح جدا ان ال x هتكون 10 over 5 يعني ال x هتكون ب 2. تمام. تمام. ممكن بقى ناخد مثلا الايكويشن دي ونعوض فيها او دي، يعني اي واحده فيهم مش هتفرق. هنشيل بقى الاكس ونحط مكانها 2. احنا بنعوض ماشي، احنا بنعوض بالاكس ايكوال 2 في الايكويشن التانية. ف 2 تروح الناحيه التانية بماينس 2 فتبقى 2y equal 2 يعني الواي هت equal 2 over 2 يعني الواي هت equal 1. اوكي. احنا كده عندنا السولوشن سيت في نمبر 6 هت equal 2 1. تمام. طيب نشوف بقى نمبر 7. ممكن نعمل ايه؟ والله يعني احنا ممكن مثلا هنا مثلا ممكن عندي يعني بدل بقى ما نقعد نعمل substitution وكده، والله احنا ممكن نعمل x equal 5 minus 3y هنا من الايكويشن دي وبعدين نعوض بالاكس في الايكويشن دي. او ممكن ان احنا نعمل times negative يعني نجيب كده الايكويشن دي اللي هي التانية ونعمل times negative 3. ممكن نعمل كده او نعمل كده فبالتالي هتبقى negative 3x فتروح مع ال 3x اللي هنا صح. طب نعمل ايه؟ هنا هتبقى بلس. يبقى تاني عشان بس تفهموا احنا ممكن نعمل ايه. احنا ممكن نحل السؤال ده بطريقتين اللي هو السؤال رقم 7. ممكن ناخد الايكويشن دي ونعملها تايمز نيجاتيف 3. ليه؟ عشان هيبقى عندي نيجاتيف 3x فالنيجاتيف 3x هتروح مع ال 3x. تمام. دي تروح مع دي. طيب ده السولوشن. ايه تاني سولوشن؟ ممكن ناخد دي مثلا ونودي النيجاتيف 3y الناحية التانية بالبوزيتيف فيبقى عندي x equal 5 plus 3y. بعدين استخدم دي اعوض بيها في اول سولوشن. خلاص تعالوا نستخدم الطريقة دي وخلاص، يعني تغيير عشان احنا بقالنا كتير عمالين نستخدم الاوميتنج ميثود. تمام. فهنجيب اول ايكويشن دي اللي هي 3x plus 2y equal 4. خلاص. ونعوض بالاكس هنا يعني نشيل الاكس دي ماشي ونحط مكانها 5 plus 3y فهيبقى 3 5 plus 3y plus 2y equal 4. تمام. هيبقى 15 plus 9y plus 2y equal 4 يعني 15 plus 11y equal 4. طيب ال 15 طبعا هتروح الناحية التانية يبقى 11y equal 4 minus 15 يعني equal negative 11.
يعني ال y equal negative 11 over 11 يعني ال y طبعا ايه بنيجاتيف 1. تمام، كده جبنا ال y بنيجاتيف 1. نعوض مثلا هنا تبقى x minus 3 times negative 1 equal 5. هتبقى x طبعا plus 3 equal 5 يعني ال x هت equal 5 minus 3 يعني ال x هتكون ب 2. يبقى أنا عندي السولوشن set في الإيكويشن اللي هي نمبر 7 هي equal 2 و negative 1. تمام. طيب نخش على نمبر 8. نعمل بقى ايه هنا؟ نركز هنا أنا عندي الكوفيشنت بتاع الواي 4y والكوفيشنت هنا نيجاتيف 2. يعني تاني الكوفيشنت هنا أنا عندي 4y وهنا نيجاتيف 2y. ممكن أعمل تايمز 2 هنا، تايمز 2 هتبقى نيجاتيف 4y صح، فتطير مع البوزيتيف 4. مظبوط. يعني ممكن برضو نستخدم الأوميسنج، أنا شايفة يعني إن هو هيبقى أسهل من substitution. ففي نمبر 8 هنعمل الإيكويشن دي كده تايمز 2 فهتبقى 2x minus 4y equal negative 4. مظبوط. وناخد بقى الإيكويشن دي ننزلها تحت 3x plus 4y equal 24. تمام، ونعمل ايه add. تمام. طيب 2x و 3x 5x نيجاتيف 4 و بوزيتيف 4 راحوا مع بعض equal. هنا هتبقى كام 20. نيجاتيف 4 plus 24 ب 20. يبقى الاكس هت equal 20 over 5 يعني هت equal 4. كده احنا جبنا الاكس في 4. نعوض في اي واحدة فيهم عشان نجيب الواي. تمام، ممكن مثلا نعوض هنا. تمام، فهنحط 4 مكان الاكس minus 2y equal negative 2. 4 تروح الناحية التانية بماينس 4 تبقى نيجاتيف 2y equal نيجاتيف 2. قصدي معلش مش نيجاتيف 2 نيجاتيف 6. معلش هنعمل اد. يبقى نيجاتيف 2y equal نيجاتيف 6. تمام، يبقى الواي equal نيجاتيف 6 over نيجاتيف 2 يعني الواي ب 3. تمام، يبقى السولوشن 6 عندي هيكون السريع كده 4 و 3. تمام، ده الإجابة بتاعت نمبر 8. تمام، نشوف بقى نمبر 9. نمبر 9 الحمد لله سهل. مش محتاجين ان احنا نعمل فيه اي حاجه. انا عندي هنا الكوفيشنت نيجاتيف 1 والكوفيشنت هنا 1. تمام، يعني الواي هتروح مع الواي. مش محتاجين بقى اي فزلكه. هننزل طبعا الايكويشن الاولانيه هنا وننزل التانية هنا. بس ممكن مثلا ممكن نعكس عشان يبقى سهل. تعالوا نعكس، يعني نخلي هنا نيجاتيف 2x بلس y equal 3. ماشي، انا عكست عادي، جبت الواي الناحيه يعني عكست الاتنين دول خليتهم كده. ماشي، خليتهم نيجاتيف 2x بلس y. تمام، عشان يبقى سهل عليا ان انا اعمل اد. طيب ننزل بقى ايه 3y minus y equal نيجاتيف 4. ماشي، هنا هتبقى y ايه ده ثواني معلش، دي مش y دي x. معلش دي x. تمام، انا نزلت الايكويشن التانية زي ما هي عادي 3x minus y equal نيجاتيف 4. واول ايكويشن عكست بس الاتنين دول مع بعض خليتهم بالمنظر ايه بالمنظر ده. تمام. طيب نيجاتيف 2x و 3x هتبقى x. تمام، بوزيتيف واي ونيجاتيف واي راحوا مع بعض ايكوال 4 ماينس 3 قصدي ماينس 4 بنيجاتيف 1 يعني الاكس بكام على طول كده بنيجاتيف 1. طيب نعوض بقى في اي ايكويشن عشان نجيب ايه الواي. طيب نعوض مثلا هنا مثلا، فانا كده واي ايكوال 2 هحط نيجاتيف 1 مكان الاكس فهتبقى واي ايكوال ثواني هي ماينس. تمام، y minus negative 2 equal 3 يعني y plus 2 equal 3 يعني ال y equal 1. يبقى السولوشن 6 عندي هتكون negative 1 و 1. تمام، في نمبر كام نمبر 9. تمام كده، نخش بقى على آخر واحدة وهي نمبر 10. ممكن نعمل ايه والله يعني احنا ممكن مثلا نعمل equation دي times negative 3. بس يعني خلينا بقى المرة دي نستخدم السبستيوشن. مثلا ممكن مثلا نخلي دي مثلا y equal ازاي نودي البوزيتيف 8 الناحية التانية بالماينس فتبقى y equal 3x minus 8. تمام، انا بس وديت البوزيتيف 8 دي الناحية التانية بالماينس. اوكي، هعوض بقى بيها في الايكويشن الاولانية هنا فتبقى x plus 2 بدل الواي هحط 3x minus 8 substituting يعني تعويض عادي جدا equal 5. تمام، هتبقى x plus 6x minus 16 equal ايه 5. تمام، يعني 7x minus
16 equal 5 معلش. ف نيجاتيف 16 هتروح ببوزيتيف 16 تمام. فتبقى 7x equal طبعا 5 plus 16 يعني 21 تمام. يبقى الx هت equal 21 over 7 يعني طبعا هت equal 3. خلاص احنا بقى ممكن نعوض في اي equation من دول يعني في الاولى او في التانية عشان نجيب الواي زي ما بنعمل كل مرة تمام. ممكن مثلا نعوض مثلا هنا تمام. انا بحاول اشوف الاسهل يعني واعوض فيه. احط 3 مكان الاكس plus 2y equal 5. 2y equal 3 تروح الناحية التانية تبقى 5 minus 3 ب 2. يبقى ال y equal 2 over 2 يعني ال y equal ايه equal 1. يبقى انا عندي السولوشن set هت equal 3 و 1 مظبوط كده. ده في نمبر ايه 10. طيب نخش بقى على السؤال اللي بعده. طيب ركزوا بقى معايا في السؤال ده هنحل algebraically برضو. هو بيقول لي ان هو عايز الاكس والواي. طيب دلوقتي هو يعني البتاعه دي مليانه فراكشن ودي مليانه فراكشن. طب اعمل ايه؟ لازم نشيل الفراكشن ما فيهاش حل. نشيل الفراكشن عشان نعرف نحل. دلوقتي انا هنا هجيب دي كده. انا عندي اكس اوفر 6. ازاي اشيل ال6 يعني انا لو عندي 1 اوفر 6 ازاي اشيل ال6؟ اعمل تايمز 6 صح. 6 تروح مع 6 يديني 1. نفس الكلام هنا هعمل هنا تايمز 6 فتبقى الاكس ال6 تروح مع الاكس يديني اكس تمام. يبقى انا لو عايز اخلص من الدينومينيتور الكبير اعمل تايمز نفس الرقم اللي هو نفس الرقم بتاع الدينومينيتور عشان اطيره تمام. يعني انا هعمل الايكويشن دي تايمز 6 تمام. طيب فهتبقى x صح او 1 over 6 times 6 ب 1 يبقى x plus هنا انا عندي y over 3 times 6 طبعا 3 هنعمل هنا divide 3 هنا 3 فتبقى 2 صح تبقى 2y يبقى plus 2y عشان 6 over 3 ب 2 يا شباب ماشي. 6 over 3 ب 2 تبقى 2y equal برضو 1 over 3 times 6 هتبقى كام؟ هتبقى 2 صح. دي اول equation. تاني equation اعمل times 6 برضو علشان ال 2 وال 3 مش هينفع اوحدهم غير لما اعمل times 6 ماشي. فهتبقى 3x عشان طبعا 6 over 2 يبقى 3 تمام. بلس هنا برضو 6 over 3 يعني 2 بصوا هنا عملت times 6 ماشي. هنا 6 over 2 ب 3 فتبقى 3x. هنا 3 6 over 3 6 over 3 بكام؟ ب 2. طب وانا اوريدي عندي 2 يبقى 4y تاني. انا هعمل تايم 6 خلاص. يبقى تعالى نعملها تحت 2y over 3 times 6 خلاص. هتبقى 2y times 6 over 3 ماشي. او هنا 1 فهتبقى 3 times 1 ب 3. فانا عندي هتبقى 2y times 2 يعني هتبقى 4y تمام. يا رب نكون فهمنا. يبقى دي كده 4y خلاص equal 6. ادي الايكويشن التانية تمام. لو مش فاهمين دي لو مش فاهمين دي تاني 2y over 3 times 6 equal هنا 1 فهتبقى 2y times 6 over 3 خلاص. 3 هتتضرب في 1 فتبقى 3 فانا عندي هتبقى 2y times 2 يعني هتبقى 4y اوكي. اعملوها كده على ورقة بالراحة وهتبقى سهل خلاص. وال 1 times 6 ب 6 تمام. طيب هنا انا عندي 2 equations اهم هشتغل على دول. انا عندي هنا ممكن مثلا اعمل تايمز نيجاتيف 2 مثلا فتبقى ال 2y تبقى نيجاتيف 4y فالنيجاتيف 4y تروح مع البوزيتيف 4y صح مظبوط. طيب تعالوا نعمل كده. تعالوا نعمل الايكويشن دي تايمز نيجاتيف 2 تمام. فهتبقى نيجاتيف 2x minus 4y equal نيجاتيف 4. حلو. نعمل بقى اد للتو ايكويشنز دول. هيبقى انا عندي x 3 minus 2 ب 1 يعني 1x تمام. يعني 3x minus 2x ب 1x ودي تروح مع دي equal 6 minus 4 ب 2 يبقى x ب 2. حلو قوي تمام كده الاكس 2. تعالوا مثلا نعوض في اول واحده او في تاني واحده مش تفرق. هنحط مكان الاكس 2 plus 2y equal 2 يعني 2y equal 0 علشان ال 2 هتروح الناحيه التانيه ب minus 2 يبقى الواي بكام؟ ب 0. يبقى كده السولوشن ست بتاعي هيكون 2 و 0 تمام.
دي الفاينل انسر بتاعت السؤال ده. طيب كده احنا خلصنا هنا. في السؤال التاني انا حليت ده وده وعموما كل دول، يعني احنا حلينا كل دول تمام. حلينا 2 و 4 لغاية الاخر. اوكي طيب وحلينا برضو دي. ماشي هنخش بقى على سؤال نمبر 3.